الراجل ده بقى هو العمود الفقري لأي كاست بيشتغل معاه. وجوده بيدي تقل للمشهد. لو المشهد ده كوميدي هيضحكك جدا، ولو تراجيدي ممكن يخليك تعيط. الأستاذ العبقري الأستاذ محمود البزاوي، شكرا جدا لحضرتك يا فندم. لا، محمود البزاوي بس. عمرك سألت نفسك ليه الممثلين المصريين هم أقوى ممثلين في الوطن العربي كله؟ مصر فيها ممثلين كتير أوي، وفيها ممثلين صنايعية، ومحمود البزاوي من الممثلين اللي يتقال عليهم صنايعية فن. يعني ممكن تشوفه الصبح لواء شرطة بيهز الكادر بصوته، وبالليل تلاقيه حرامي غلبان بيستعطفك، وبعد شوية تلاقيه أب فرفوش وبيعمل تيك توك مع ابنه، وفجأة تكتشف إن نفس الشخص ده هو المؤلف اللي كتب واحد من أتقل مسلسلات السيرة الذاتية في تاريخ الدراما المصرية، مع الفنان اللي كسر قاعدة ان الممثل لازم يكون جان ووسيم عشان الناس تحبه، واثبت ان الموهبة والذكاء وخفة الدم هما اللي هيخلوك تبقى فنان. احنا مش هنتكلم عن نجم شباك بيتحط لوحده على افيش، احنا هنتكلم عن الجوكر اللي وجوده بيدي ختم الجودة لأي عمل بيشارك فيه. روح بقى اعمل لايك وانا هنزل بالتتر عشان اقول لك يعني ايه. على الله، احنا هنبتدي من الاول خالص، فركز في اللي جاي. محمود البزاوي مواليد 25/9/1963 من المحلة الكبرى. البلد اللي جابت صلاح ذو الفقار وأسامة أنور عكاشة ومحمد النني. في المحلة في البيئة دي نشأ محمود البزاوي، لكنه ما كانش مجرد شاب غاوي التمثيل، ده كان شاب بياكل الكتب، قارئ جدا ومثقف من الطراز الرفيع، واكتشف من خلال القراية أصول اللعب، وده اللي خلاه يقرب من عيلة الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني ويتجوز بنته. يعني عايش في بيت بيتنفس فيه أدب وسياسة وسخرية. يعني الراجل ده كان بيصحى يفطر مع السعدني ويتغدى كتب ويتعشى سيناريوهات، وده اللي خلى عنده وعي مرعب بالكلمة. يا سلام يا معلم، حكاية أغرب من الخيال. عنده وعي مختلف عن أي ممثل تاني، هو مش مجرد مؤدي، هو مبدع بيتنفس إبداع. القضية تالية. والمفاجأة اللي ناس كتير قوي ما تعرفهاش إن البزاوي بدأ مؤلف قبل ما يبقى ممثل مشهور. يعني هو اللي كتب سيناريو حوار مسلسل الريان في 2011، الملحمة اللي كسر بيها خالد صالح الدنيا، وهو اللي كتب فيلم كلاشينكوف ومسلسل الأدهم لأحمد عز، وكتب أعمال فنية كتير من الباطن. يعني كان بيكتبها وياخدوها يحطوا عليها اسم مؤلف تاني. في التلفزيون عرفت عالم تاني بقى، بقيت في الرقابة دي أنا اللي بقرا المسلسل من أول ما يبقى معالجة، وبعدين من أول ما يبقى فكرة، وبعدين معالجة، وبعدين سكريبت، وبقيم ال4 مراحل لحد ما يتعرض، وبقيمه كمان في العرض، وبكتب فيه تقرير وحاجات بالشكل ده. يعني احنا قدام فنان بيكتب بروح الممثل وبيمثل بعقلية المؤلف، وده السر. هو بيبقى فاهم الورق بيقول ايه قبل ما يقرا الكلمة. البزاوي مثل في حاجات كتيرة جدا، من ايام فيلم الهروب مع الراحل احمد زكي، واشتغل في مسرحية الزعيم. مستر بريزيدنت، يس يو شرفنطح، هو ينطح، أنا مروح. واشتغل مع الزعيم اصلا كتير في طيور الظلام وفرقة ناجي عطا الله. طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا. شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. 1999 كانت البداية الحقيقية للنجم. محمود البزاوي بيظهر في فيلم همام في امستردام في دور طه الإناوي. كلكم مش زيي وانت مش زيي، انت ما عندكش 9 اخوات بتجري عليهم وبتعلمهم، والله انا عاوزهم يطلعوا في الاخر حراميه. الشاب المطحون اللي سافر واتبهدل علشان يصرف على اهله. هو كان دور صغير بس وشه علم مع الناس، ومن بعدها فضل يشتغل ادوار صغيره. يعني طلع في فيلم ثقافي سنه 2000. ما كانش لازم تستنوا عليه لحد دلوقتي، كان لازم اول ما يقع في الكيس تجيبوه كل على طول. يعني في امل يا دكتور؟ طول ما في شريط وفيديو يبقى الامل موجود. وبعدها بسنه بيعمل الدور الاقرب لقلوبنا كلنا، العربي سيطره، مع ماجد الكدواني واحمد ادم، لحد ما جت سنه 2006 بيطلع في فيلم ظرف طارق مع احمد حلمي. انت حيوان يالا، عمال اكلمك من الصبح ما تردش عليا ليه؟ وساعتها الناس بتفتكره تاني ويعلق في دماغها. وبيعمل دور الشاعر عبد الرحمن الابنودي في مسلسل العندليب، وفي نفس السنه بيعمل دور بياع المخدرات في فيلم زي النهارده. دور مركب وصعب مش سهل. البضاعة عندنا لا ترد ولا تستبدل، عشان لما تاجي تاني تبقى عارف ان الحكومة ما بتنزلش التسعيرة بتاعتنا في الجورنال، تسعيرتي انا. يسعد مساك. والبزاوي اثبت فيه ان هو مش بس كوميديان، ده ممثل جامد قوي. وساعتها بدأ المخرجين يكتشفوا ان الراجل ده بيقدر يتشكل زي العجينة، فبياخدوه ويشغلوه. ده رمضان مخدرات يا ست هاني، مخدرات في بيتها. ده
نهار ابوك اسود. نيجي بقى لسنة 2017، سنة الانفجار. البزاوي بيعمل دورين عكس بعض تماما في نفس الموسم. بيعمل شخصية اللواء صلاح الطوخي في مسلسل كلبش. ايه رايك في الكلام اللي اتقال؟ كلام ايه؟ ضابط صارم وطني. صلاح الطوخي للتفتيش. وفي نفس الوقت بيعمل دور مجدي في مسلسل سابع جار. عمتي جت يا مجدي. اهلا وسهلا، شرفنا. هنا في كتاف مرخية وصوت هادي، شخصية مختلفة تماما مع انهم نفس الشخص. وهو ده سحر البزاوي، هو ما بيحتاجش مكياج علشان يغير شكله، ده بيغير روحه. انا بقول لك افكها لك، اركب معايا انا افكها. طب ما فيش غير ال 10 جنيه بقى. ازاي ما فيش الا ال 10؟ يلا اتكل على الله. ما انا متكل على الله، ما تتكل عليك. وبيشارك في فيلم كازابلانكا. But this idea will save us a lot of time. وفي 2020 بيشارك في مسلسل فرصة تانية. ايه مالك يا بصلي كده ليه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ لكن كل ده مختلف تماما عن الشخصية اللي هنتكلم عليها دلوقتي، الشيخ مرزوق من مسلسل بالطو. بقول لك ده راجل مبروك بيعالج حالات مستعصية، عالج حالات ما يكوش منها كتير. الدجال النصاب اللي بيلاعب قرية ومفهمهم ان هو جامد قوي. الناس دي مجانين ولا ايه؟ وبعدها بقى اشتغل في مسلسلات كتير، عمل جزيرة غمام وسوق كانتو. بيقول ان البضاعة اللي احنا متشاركين فيها غرقت في المية، وانا عارف انها ما غرقتش. وعمل دور الاب في مسلسل الصفارة. مين هياخدك من ايدك الصبح كل يوم ونروح نجيب عجينه الطعميه والبطاطس ونقعد نحمر البطاطس ونقليها كده وتبقى مقرمشه ومحرمشه هي والطعميه ونلفها في عيش سخن كده مفروم وناكلها كده؟ انت ما انا بقى بابا ازاي بس؟ مش بس كده، محمود البزاوي قدر يكسر الحاجز ما بين جيل الكبار وجيل السوشيال ميديا. بعد كده هو بقى ايه، ابتدى ايه يعني ينكشني، انكشه. علاقته بابنه المخرج اكرم البزاوي دي لوحدها ترند. يعني في الاول مثلا كان حلو قوي ان هو ما بيشتغلش كتير. اكتشفت ان احنا فاهمين حكايه الاب دي غلط جدا. ايوه انه الاب يعني لازم يبقى بيمتلك الحقيقه المطلقه، وهو الذي يرى وهو اللي شايف وهو اللي عارف. عشان كده بقيت اتعامل معاه لانه هو الاب. شخصيته كول جدا، وده اللي خلى جيل الشباب يحبه ويقرب منه. كنا داخلين فيلم انا والناس صحابي، قلت لهم انا ابويا في الفيلم ده، يلا نخش. فقالوا لي طب يلا، طب استنوا يا جماعه نجيب فشار الاول. فدخلنا، قاعد طول الفيلم ابويا ما طلعش. هو جه في لحظه الفشار. هو جه في لحظه الفشار. بس برضه بعد كل الضحك والترندات دي والقوة والعظمة اللي هو فيها، في جانب إنساني وقصة كفاح لازم تبقى واخد بالك منهم قوي. محمود البزاوي بيمثل قصة صبر ملهمة لأي حد بييأس بسرعة. الراجل ده فضل يشتغل سنين طويلة في أدوار صغيرة، مشهدين هنا ومشهد هنا وحلقة هناك، وعمره ما اشتكى وعمره ما وقف لحد ما وصل للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي، إنه بقى الختم. وجود محمود البزاوي في كاست أي مسلسل بقى زي شهادة الضمان. ولو أنت جيت تسألني إيه أهم درس ممكن نتعلمه من مسيرته، هقولك الصبر. في العالم بتاعنا دلوقتي الكل عايز يبقى هو النجم الأوحد، لكن البزاوي علمنا إن النجاح إنك تكون الترس اللي المكنة مش هتدور من غيره. بص لحياة البزاوي، اتعلم منه الصبر، فضل يشتغل لحد ما بقى الجوكر اللي ملوش بديل. روح بقى اعمل لايك تاني لو لسه ما عملتش يعني، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر دور بتحبه للبزاوي، واعمل سبسكرايب وانا هقولك يعني ايه.